الفريق أول ليو زانلي رئيس أركان جيش التحرير الشعبي لجمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير، السادة الضباط والحضور الكريم، يطيب لي في هذا المقام أن أجدد لكم ولكافة الحضور فائق تقديري وعظيم تشكراتي على كرم الضيافة وحسن الوفاد اللتين حظينا بهما منذ وصولنا إلى بلدكم الصديق، وهو ما يعكس مدى علاقات تعاوننا العسكري الثنائي التي تنهل من ينابيع الإرث التاريخي لبلدينا بكل ما يمليه ذلك من عمق سياسي واستراتيجي وإنساني. فجمهورية الصين الشعبية كانت من بين الدول الأوائل التي سندت كفاح الشعب الجزائري من أجل تقرير مصيره في مؤتمر باندونغ سنة 1955، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فور الإعلان عن تشكيلها يوم 19 سبتمبر 1958. وانطلاقا من هذه العلاقات التاريخية المتميزة التي أسست على التضامن النضالي المشترك من أجل السيادة واستقلال القرار واسترجاع الحقوق السيادية، فإن النضال من أجل العدالة والحرية ما زال قائما، خاصة اليوم في ظل سياق عالمي يتجه أكثر نحو تعدد قطبية غير مسبوقة وإلى إعادة هيكل التوزيع العالمي للقوات بعيدا عن توجهات الهيمنة القائمة على الإقصاء ومحاولة فرض الأجندات وتفويض الخيارات السيادية للدول.